they should make line extension. دي نصيحة يعني. You need to go into that product extension line أكتر. ده بقى كارثة، ده بقى بشوفه بصراحة كارثة. مساء الخير. أعرفكم على نفسي في الأول. أنا كيفن، عندي 26 سنة، خريج صيدلة الجامعة الألمانية. في 2019 في وقت الكورونا، في الوقت اللي براندز كتير كانت بتقفل فيه ومشاريع كتير بتقفل فيه، قررت إن أنا أفتح أورجلام، براند بيقدم برودكتس سكين كير وكوزماتكس لحد ما طبيعية. بس طيب جات لي فكرة الاسم منين؟ لو مسكنا أورجلام يبقى الجزء الأول جاي من أورجانيك والجزء الثاني فيها يبقى جاي من جليمرس، فدي حاجة بتعكس الايدنتيتي بتاعت البراند. طيب ايه التشالنجز اللي ممكن تكون قابلت طالب في ثالثه صيدله بيفتح براند لسه ما عندوش خبره في اي حاجه؟ طبعا 0% اكسبيرينس، ما عنديش خبره ولا في الفورميليشنز، ايه الفرق اصلا بين الكريم والسيرم، يعني ايه تنت، يعني ايه هايلايتر، ما اعرفش اي حاجه عن الحاجات دي. نفس القصه في الباكجينج، ما اعرفش الباكج اللي المفروض يكون فيه التنت ايه، اللي المفروض يكون فيه الليب جلوس ايه الفرق بين البراش الصغيره والكبيره. اول حاجه ساعدتني ابسط حاجه يوتيوب، كنت بفتح يوتيوب فيديوز اتعلم يعني ايه فورميليشن، ايه الفرق بين الكريم وازاي يبقى سريع الابزوربشن وخفيف، حاجه بيزك خالص ومش بروفيشنال خالص. بس منها كنت بروح تاني يوم الجامعه في الجاب اللي عندي بدخل اجرب الفورميليشنز دي وابدا اعمل ترايلز اند ايرورز وابدا اسجل الكلام ده وابدا اعيد فورميليشن زي من اول وجديد. طيب احنا بدانا منين؟ احنا بدانا في 2019 من ترابيزه في الصاله عليها رو ماتيريالز، كنت فاكر ان ده كل اللي انا محتاجه. واحده واحده ربنا وفقني. في 2022 وجد وتيتا سابوا لنا اوضه في الشقه، قلبتها التصنيع بتاعي كله، كنت بصنع منها، بطلع برودكتس منها، بعمل فورميليشنز جوه وكل حاجه، لحد ما ربنا كرمنا النهارده والحمد لله بقى عندنا مقر شركه كامل بلاب كامل بنشتغل فيه على الفورميليشنز كلها بتاعتنا. طيب انا عندي من 2019 لحد النهارده 2025 هنقسمها 2 فيزز. من 2019 ل 2021 بالنسبه لي كانت فتره ريسيرش اند ديفلوبمنت. اكتشفت الايدنتيتي دي حاجه اللي انا وصلت له في الاخر ان دي حاجه بنكتشفها احنا مش بنصنعها. مع الوقت عرفت ايه الهويه بتاعت البراند بتاعتي اللي خلاص انا مكمل عليها لحد النهارده. طيب من 2022 ل 2025 دي المرحله بتاعت السيلز بتاعتي. في 2022 قدرنا نعمل سيلز بريفينيو 50,000 جنيه، في 2023 عملناها 500,000 جنيه، واكبر جروث ريت كان ما بين 2023 و24. في 24 قدرنا نحقق 4 مليون، وفي 2025 ان شاء الله هنقفلها على 6 مليون ونص. بس اللي عايز استريس عليه ان كل الارقام اللي انا بقولها لحضراتكم دي من غير ما ندفع ولا جنيه ميديا باينج ولا جنيه لبلوجر ولا نزلنا ولا اوفلاين ماركت، كله عن طريق اونلاين ماركت بس. عشان كده الخطه السنه الجايه مختلفه خالص، بناء عليها ان شاء الله نحقق مبيعات ب 14 مليون جنيه. لقينا ان في برودكت بره مكسر الدنيا عباره عن هايلايتر لونه ابيض، اول ما بيتحط على الجسم بيقلب بالوان، فنزلنا منه 4 الوان فعلا، ونزلنا فيديو عنه كسر 2 مليون مشاهده بس. ومن بعدها بلوجرز كتير بدأوا يجيبوا الفيديو بدأوا يجيبوا البرودكت ويتكلموا عنه من غير ما ندفع ولا جنيه ماركتينج. كل بلوجر يجيبه طلع ترندنج، بقى نمبر 1 ترندنج على التيك توك. بس لدرجه ان احنا وصلنا للنجاح فيه ان بعدها بشهرين 3 براندز ثانيه بدأت تنزله، انفلونسرز يجيبوه ويقولوا يا جماعه الدوب بتاع اورجلام هايلايتر طلع. فده كان قمه النجاح بالنسبه لنا في البرودكت ده. بس وصلنا على امازون ان احنا نبقى بيست سيلينج هايلايتر في مصر وعلى نون كمان، بس مفيش مكان للصوره. فين سورس بيوتي؟ انا مش شايف السورس بيوتي هتشوفها في الاخر. ايوه دي مفاجاه بقى. بعد كده دخلنا في موضوع النيل كير وعملنا برودكت للضوافر. معظم النيل كير اللي كان نازل بيبقى نيل اويل، حرفيا عباره عن ميكس زيوت. احنا زودنا حاجه عليه فعلا، واحنا اللي يعتبر بدأناها في الماركت المصري، ان احنا مش مجرد حاطين اويلز جوه، احنا قدرنا نخليه سيرم. يعني ايه قدرنا نخليه سيرم؟ يعني قدرنا ندخل جزء مائي كامل جوه الفورميليشن. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تكون قابلتنا في البراند وازاي عالجناها؟ اول برودكت عملناه خالص كان الفيس ووش، كان دي الباكجينج بتاعه، وده كان اول عقد لينا مع مصنع وعملنا منه كميه كبيره. عملنا منه 2000 قطعه وكان التوتال كوست بتاعهم 50,000 جنيه. بس للاسف ما كناش عارفين نبيع في الشهر اكتر من 4 ل 10 قطع، وللاسف كانوا كلهم على اهلي واصحابي. طيب بتجي لنا برضه مشاكل تانية زي نيجاتيف كومنتس. طبيعي بيجي لنا بوزيتيف كومنتس كتير، بس احنا بنهتم اكتر بكتير بالنيجاتيف كومنتس. زي مثلا صحينا الصبح لقينا ممثله رحمه الامين منزله بتقول التنت بتاعهم وحش قوي. برضه ان التنت بتاعنا يوصل لها وتنزل عليه من غير اي حاجه وتتكلم عليه، ده الحمد لله نجاح. بس بالنسبه لنا ان هي نزلت وكتبت وحش قوي، احنا طبعا الموضوع بيخدنا في الاول، بس احنا بناخده كنيجاتيف ماركتينج.
نزلنا فيديو على طول على اليوتيوب وبدانا نتكلم مع الناس وجاب فيوز كتير قوي. رحمه الامين نفسها دخلت ترد عليه. طب وعملتوا ايه مع رحمه بقى؟ هي رحمه قالت لنا مشكلتها في السبوتنج، فاحنا بقى ردينا في الفيديو. كلموها ورجعتوا لها بعتنا لها طبعا على على الانستجرام في الشات وردت علينا وقلنا لها المشاكل، واحنا ردينا في فيديو بنوضح فيه ان محتاجين نعمل ايه عشان ما نعملش سبوتنج. عملنا كل التكنيكس اللي ممكن تتعلم. شكرا لوقتكم. حد عنده اي اسئله؟ ماشي، خلينا انا ابتدي معاك. اتفضل. يعني مش مفروض ان انت تقعد تكبر السيجمنت وخلاص، المهم ان هي يعني الكوميونيكيشن مع السيجمنت اللي انت محددها وتاخد ماركت شير فيها. انا شايف ان ده يعني هيخلي الجروث بتاعك اعلى. يعني الفكره ان هو ينفع هنا وينفع هنا، وان هو يعني ايه دايما ده بيعمل دايليوشن شويه. فانت كل ما تبقى محددها ده هيفرق معاك جدا، يعني هيفرق معاك وانت تعمل كوميونيكيشن، هتبقى عارف انت بتخاطب مين. لكن النهارده لو انت بتتكلم انه كله ينفع يستخدمه، فدي هتقابلك فيها مشاكل كتير يعني في الجروث بعد كده يعني. اوكي. بس انا بالنسبه لي كده تمام يعني. بيرفكت. عندي سؤال، ليه عاوز تبتدي تدخل اكتر في amazing presentation by the way. I'm so proud that this is an Egyptian brand by someone like you. بجد حاجة خطيرة. و I did see the reviews الناس كانت منزلاها وكده. ليه عاوز تدخل اكتر بقى في السكين كير والهير كير since انت اثبتت نجاح كبير قوي في الميك اب؟ ليه ما تكملش في الميك اب اكتر؟ وليه ما تغيرش الباكجينج ان هو يبان more premium even though ممكن يكون reasonable price point؟ يعني حاسه خلاص انت عندك very well understanding في الميك اب، ليه ما تكملش في الميك اب بما ان هو اكتر حاجات زي ما انت بتقول بتبيع؟ يعني ليه ما تعملش اي شادو باليتس، بلاشرز، حاجات كومباكت باودرز؟ يعني ليه داخل في الهير كير وهو ريد اوشن يعني؟ انا بس حاسه يعني I got excited قوي انه why not make more makeup products تبقوا معروفين اكتر بالموضوع ده، خلي الباكجينج more premium more appealing to different segments، عن ان انت الافورت اللي هو محطوط في الهير كير ممكن تحطه كله في الميك اب وتعلى بيه قوي، بعد كده ممكن تبقى تنزل كام product. ده بس my suggestion و I'm looking forward to see more products that you do. ان شاء الله قريب. Thank you. طيب انا عاجبني القصه اكتر من اي حاجه ثانيه يعني. هي يعني بجد والله فيري امبرسيف وحاجه حلوه، وان انت بتشتغل وبتطور وبتسعى وبتجري وبتفشل وبتنجح، يعني حاجه بجد احنا نفسنا يعني بنفتخر بيها يعني بجد باللي انت عامله ده. فهو يعني دي في الاول ده شكر بجد على رحلتك بجد والله. ان انا لو عندي يعني برودكت او اس كيو في الهايب ده جامد ده زي التنت مثلا، I should make line extension اكمل عليه واستثمر هذا النجاح بسرعه. يعني خلي بالك ان البرودكتس دي هي ليها برضو لايف سايكل، يعني انا بتكلم على كده. فانت في قمه المجد في حته معينه you should make line extension. دي نصيحه يعني. يعني على فكره انت ممكن تعمل الاثنين بارلل، بس هي الفكره في ايه؟ انت كل الارقام ماشيه ما شاء الله فيها جراف وارقام حلوه، بس في رقم هتلاقيه يعني ايه شادد لفوق كده خالص. يعني انت شايف ان انت عايز توصل لايه؟ يعني ايه حلمك؟ ايه الحاجه اللي انت لو معاك عصايه سحريه كده وخبطتها تحقق لك كل اللي انت عايزه في المجال ده، تعمل ايه؟ ممكن ان انا ابدا اصنع من السعوديه على طول واوزعها في السعوديه. طيب احنا في حته مش عارف اقولها ولا لا. انت فيري كونزرفتيف، وده كويس جدا جدا. وفي البيزنس يعني ان انت تبقى يعني ما بتشتغلش في حاجات ريسكي، دي حاجه حلوه. بس احنا عايزين نريز ذا بار شويه. يعني ايه؟ عارف انت ايه؟ انت عندك اوبورتيونيتيز حلوه، عندك فرصه حلوه، وده اللي الدكتور احمد كان بيقوله. الفكره ان انا مثلا بدل ما اعمل الحاجه تقعد 3 سنين انا ممكن اعملها في سنه. شويه فاين تيوننج كده هتقدر تعملها، واللي عمل ده يعمل اي حاجه يعني. فبجد برافو عليك والله، وشكرا. متشكر. Nice to meet you, and I really enjoyed your presentation. Well, I actually really enjoyed the honesty. You're very transparent على كل phase you've gone through and every sort of roadblock that you had. I love the name. It's great. I love how you've combined the two together. I do feel شوية the packaging needs to be a bit more updated شوية. You need to go into that product extension line أكتر. Okay. I feel شوية the product portfolio بتاعتك is a bit scattered. Who is it exactly? كايدج سيجمنت يعني؟ Your target age segment. demographics. demographics بتاعتك. gender. البرايس بوينت بتاعتهم ايه؟ هو ممكن كل الكاتيجوريز. التارجت اودينس بتاعنا بنات ما عدا السكين كير. الفيس واش بالذات هو بالتي تري اويل، والولاد بتبقى عندها مشكله اكتر في الحبوب، فبنلاقي ولاد كتير بتاخده مننا. بس المين سيجمنت بتاعنا الى حد ما هو الومن. Okay.
So I mean I think something يعني ممكن تفوكس عليها شوية أكتر is لما you start to do your product extensions بالذات ال cosmetics line. My other question is إيه ال profit margin بتاعك to date؟ النت ولا الجروس؟ net. النت مش عالي لان انا زي ما قلت البرايس بتاعتي واطيه والباكجينج الى حد ما غالي، فالنت بروفيت حوالي 38%. Those are all my questions. I think يعني you have a lovely brand. عايزة لها شوية updating, a bit more focus وclarity شوية بس in the direction you want to head. عشان I feel أنت you're taking the feedback of what's working in the market rather than you presenting to the market. Yes. And I think دي هتقابلك بكذا مشكلة later on in life. So, but otherwise it's a lovely brand and best of luck. شكرا. بصراحة البراند فكرته حلوة جدا. أنا بس عندي سؤال، هو النيم المفروض إن هو derived from organic التنت والهايلايتر، هل يعني هل it's from organic sources يعني؟ Yes. طيب ايه فكرة ان الهايلايتر لما يتحط على الوش يبقى لون مختلف؟ يعني ايه اللي خلى ده يعمل يبقى فايرل قوي؟ ايه الفكرة في ايه؟ يعني هل بيكفر سكارز يعني؟ هو الفكرة هو هايلايتر عادي، كل اللي احنا عاملينه فيه حاجة زيادة ان هو ووتر بروف، وعادي هايلايترز كتير عاملاها. بس الفكرة ان هو مش بيشو رينبو كولر، هو احنا منزلين منه 4 الوان، هو بيبقى ابيض ومش ملون، يعني مجرد بيدي ريفليكشن بلون. في فرق كبير قوي في الحته دي، ان هو ملون وفي جليتر فبيعمل لمعه، وان هو مع حركه الوش تلاقي زي موجه لون. تاني حاجه الفيس ووش، الباكجينج بتاع البرش ده بقى كارثه دلوقتي، انا بشوفه بصراحه كارثه. ان هو البرش دي بيحصل سوء استخدام ليها بعد كده، تنقل بقى بكتيريا وتلاقي فيس ووش باك اصلا ابتدى بقى ايه يجيب نتيجه عكسيه، وهيدي ليك باد ريفيو على البراند كله. يعني ممكن حاجه زي كده تبوظ لك كل اللي انت عملته ده. مظبوط، هي المشكله دي فعلا بتحصل كتير، بس هي الفكره ان الفيس ووش بتاعنا معمول للحبوب بالتي تري اويل، فهو التي تري اويل اللي فيه لحد ما هو انتي مايكروبيال بدرجه كبيره قوي، فبيحافظ عليه. تي تري اويل من اضعف الاكتيفز في لعلاج اكيد طب من اضعف الاكتيفز. اوكي يعني هي بتبقى كومبلمنتري، يعني مش بيبقى اساسي، يعني بيبقى لازم تبقى كومبلمنتري مع اكتيف قوي جدا عشان يدي فعلا نتيجه. زي ساليسيليك اسيد بالظبط، ساليسيليك اسيد ولاكتيك اسيد فلوريك اسيد ايا كان. ايه لما جيت حطيت الفيس ووش وحطيت البادي انا حسيت بقى لا البراندنج بقى فيه حاجه ما عجبتنيش. حسيت ان هو بدل ما كان البوزيشن بتاع البراند بتاعك كده قلله لتحت شويه. انا عايزه اقول حاجه كمان ممكن على الفيس واش وكده. حاسه ان مثلا the market is also super thirsty for cleansing balms and cleansing oils ومهووسين بالكوريان products وكده. and since you have the know-how and the knowledge and ECC can help you, ليه ما تعملناش حاجه مثلا زي دكتور ألفية او سكين 104 بما ان الناس بتروح تشتريها بارقام مرعبه؟ كده في البلان الكلام ده كله. بس هو عامه اللي عايز اقوله ان الفيس واش يعتبر اول برودكت احنا عملناه، فدخلنا في سكه، بعد كده دخلنا في الكوزماتكس، اثبتنا نفسنا. هيرجع تاني مش هرجع طبعا على البورتفوليو. هو اوريدي كان برودكت اخد سكته جامد قوي ما شاء الله. يعني حتى تلاقي كوريان براندز والحاجات مركزين على الليب اويلز ويحطوا فيها اكتيف انجريدينتس. عندنا الليب اويل بالهيالورونيك اسيد داخلين في كل السكه دي. يعني انت واضح من البرزنتيشن ان الميك اب هو ده. ايوه ما هو النيل سيرم الثالث بيست سيلينج نيل سيرم في مصر، فمش وحشه يعني. لا ما هو يعني فاين يعني، بس انا قصدي بس انت البيست سيلر عندك وعندك فعلا فيها فرصه، واحنا بنقول لك الماركت فعلا فاضي في الحته دي بجد. يعني زي ما يسرا يعني قالت كده، هو فعلا صح الماركت ده فعلا فيه جاب فعلا في الحته دي. يعني انا ايفن انت جايب انترناشونال براندز انا عندي معاه مشكله ومش الناس كلها بتحب تشتريه. انا عارفه ان هو فيري يونيك، يعني حاجه مختلفه، بس مش كله دلوقتي بيستخدموا انه بيعمل زي لاير في الشعر مش لطيفه، تلاقيه بينزل على الوش عشان هو حاطط ادهيسيفز. انا خفت مش هبقى عايزه احط ادهيسيف على شعري. هو مش ما اقصدش ادهيسيف يعني no, I know what you mean, but it's like تخليه موسترايز ان هو يلزق يعني بس هي مش هتقدر تستحمله، هي هترجع البيت هتعوز تغسله. هو خلي بالك بقى المنتج ده للرجاله بقى. بس انا عامله ليه؟ انا دافع عنه. دينا ميك اب اكتر بصراحه. انا بشكرك جدا والله. شكرا بجد يعني كل التوفيق والله. شكرا.
I feel like you can extend the product line أكتر شوية. They're mismatched. انت اخترت البرودكتس على اساس ايه؟ What are the ingredients and the formulas that you plan to put in your products? هلو، ايه الاخبار؟ أهلاً، الحمد لله. Hi. اولا thank you so much for the opportunity. Really excited و let's get started. انا عمرو فهمي. Ritual is my brand. I'm proposing ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في البيوتي والبيرسونال كير industry. The industry is huge. However, men's care lines غالبا بتكون حاجه on the side، فبيكون brands already هم targeting mainly females ك primary market، وبعدين يقولوا why not ان احنا introduce another product line for males or for men. Most likely ساعات كتير بتبقى بس الباكجينج اتغير. It's not customized و it's not tailored for men. احنا في Ritual بنحل المشكله للبزنسز وللكونسيومرز. الكونسيومرز او ميل كونسيومرز ما عندهمش برودكتس كفايات تكفيهم، فالديماند اكبر كتير جدا من السبلاي. By introducing Ritual to the market هنعمل حاجتين. هنحل مشكله الديماند for the products اللي مش موجوده في الماركت، وجزء كبير هيبقى على عاتقنا ان احنا educate الكاستمرز في مصر male customers and it's totally fine. You should take care of oneself وان انت المفروض تبقى واخد بالك من نفسك، من شكلك، من كل حاجه on the inside and the outside. ده هياخد مننا شويه وقت بس we can do it. فاحنا we introduce 4 products مختلفين. دي phase 1. الفيس دي فيها حاجات مختلفة، فيها هير ستايلينج كريم، فيها شامبو. الشامبو ده عشان الانتي هير لوس، في كمان الكلين سليت فيس اند بودي واش، فايتس 2 in 1. كتير جدا من الميل كاستمرز بيبقوا عايزين حاجة تبقى efficient، مش عايز يبقى شايل معاه 100,000 حاجة للبرودكتس بتاعته. ده فيس اند بودي واش. وبعدين الديودرنت which is من الكاتيجوري الثالثة اللي هو men's care toiletries. دول اشكال البرودكتس كلها من اول الشامبو، البودي واش والفيس واش، الديودرنت and the styling cream. It's all AI designed. احنا عندنا 3 phases. phase 1 هتبقى كلها direct to consumers، كلها اونلاين عشان نقلل خالص الكوست والمشاكل اللي ممكن تحصل مع ريتيل بارتنرز او التشينز المختلفه سواء صيدليات او ريتيل ستورز and so on. فphase 1 هتبقى كلها in house through Shopify وانستجرام. هنلم في المرحله دي اكبر كم ممكن من الداتا ويتعمل لها اناليسز، وبناء على ده هنقرر هنعمل ايه بالظبط في فيز 2 اللي هنكون على اونلاين ريتيل ستورز زي امازون وزي نون وزي غيرهم. فايتس فيزد. وانس ان احنا وير جود هنا على الستيج دي، هنبدا نتحرك لستيج 3 او فيز 3 ان احنا نبدا ننزل في البريميوم كلوبس والبريميوم جيمز. هننزل UFC، ننزل نوادي زي هليوبلس، سبورتنج، الاهلي، جزيره. هنبدا ننزل في اماكن مختلفه اون جراوند، نبدا نتكلم على التارجت اودينس. هنبدا نعمل سم جوريلا ماركتنج، ممكن نبقى بنسيب برودكتس من بتاعتنا ورانا في جيمز مشهوره، الناس تبدا تسال هو ايه البراند ده and so on. I have a couple of ideas, not necessarily دلوقتي، بس I have a couple of really good ideas. البرايسز هتبقى في الرينج اللي قريب قوي من برودكتس ثانيه موجوده. البرودكتس اللي موجوده في الماركت either local ودول 2-3 ودول مش premium. They say ان هم premium, they are not. either ان هم international او multinational brands من اللي موجوده بقالها كتير جدا، ومعظم المالتي ناشونال ما عندهمش حاجه customized بس for men. حتى نيفيا لو عندها men، هو في الاخر الموضوع مختلف شويه عن اللوكال براندز. الناس دلوقتي بعد الاحداث اللي حاصله في الريجن عندها قابليه اكتر ان هي تجرب لوكال براندز وان هم يسبورت الحاجه اللي بتتعمل في مصر. and I strongly believe ان احنا نقدر نعمل ده ونبقى براند نقدر نصدر للدنيا كلها مش بس في مصر، ونبدا من هنا من على هذا الستيج. طيب اخر حاجه ليه احنا شايفين ان احنا we're a winning brand ان شاء الله في الماركت؟ عشان احنا داخلين في blue ocean market، عشان there is a huge need. I've spoken to many people about في الاسبوع اللي فات ده واحنا بنحضر، اتكلمت مع ناس كتير جدا، نزلت اتكلمت معاهم. عندي access لستودنتس في جامعات الايدج جروب ده، عندي access ليونج بروفيشنالز لسه متخرجين، عندي access لناس حتى executives وناس في شركات مختلفه اتكلمت معاهم on friendly basis، والناس كلها قالت يا ريت يبقى في حاجه customized for men تبقى premium. females اتكلمت معاهم كمان قالوا ان هم they don't feel حته ان هم دلوقتي باللوكال براندز اللي موجوده فور مان they don't feel ان هو مثلا ممكن حد يجيب لجوزها الباكج او بندل معينه من البرودكتس وتحس ان ده it's a premium gift. حاسين ان هو it's still a bit cheap شكل الحاجه الكواليتي نفسها even though ان هم بيقولوا premium. ف our secondary target audience هيكون females
عشان it's the other way around. currently دلوقتي في brands معموله for females وميلز ممكن يكونوا بيجيبوها مثلا let's say عندهم curly hair فبيشتروا products معموله for curly hair لwomen وهم شايفين بيستعملوها، او they have a long beard وبيستعملوا الليف ان بتاعت مراتاتهم عشان to بس make sure ان هم they nourish beard hair and so on. ف I think it should be the other way around. لما يبقى عندنا براند بس for men هيبدأ females at a time لو ده premium كفاية ان هم why not يقدروا يستعملوه. I think it's happening already في brands تانية multinational. أنا كده خلصت. Thank you so much for your time و I'll be more than happy to answer questions حضراتكم. شكرا يا عمرو والله يعني. شكرا يا عمرو، Thank you. شكرا جزيلا. الحقيقه هايل يا عمرو، يعني انت Thank you. وان استخدامك للاي اي ده حاجه تحفه، وده المستقبل اللي جاي. يعني دي حاجه هتوفر عليك كتير وهتنجزك كتير، وانك بتفكر في حته الجاب واضحه طبعا والايديا واضحه. في حته انا ما شفتهاش، الماركتنج انت هتعمل فيه ايه؟ احنا في الماركتنج هنبدا على كذا فيز. الفيز الاولانيه احنا بنعمل دايركت تو كونسيومر، فاحنا شغالين مينلي على الاونلاين ستور على شوبيفاي. وشوبيفاي نفسه كونكتد بديفرنت بلجنز وكونكتد بديفرنت اد اونز عشان تكولكت الداتا عشان تساعدني في الماركتنج وان انا اعمل ريتارجتنج لاي حد دخل زار الويب سايت وما اشتراش او عمل اد تو باسكت. يعني كل الستبس تراكد along the way عشان اعرف ارجع لهم تاني بريتارجتنج. هتقدر تبني الفوركاست ازاي بقى للبراند؟ الفوركاست في الاول احنا جيفن ان احنا بادئين اونلاين، ودي ميزه الاونلاين ان انا اقدر اي داتا بوينت انا بكولكتت، اي حاجه بتحصل او اي اكشن بيتم على اي بيج من البيجز ابدا اخد ده انتو كونسيدريشن، ابدا ادخله للاي اي اسيستنتس او الايجنتس اللي انا بانيهم بالفعل، ويبداوا يعملوا اناليسيس للداتا دي ويديني ريكومنديشنز على النكست بيست اكشن او ايه الكورس اللي المفروض يتعمل. هايل، انا كده تمام. تحفة. أنا I really شكراً يا like عمرو. شكرا جدا لحضرتك. I really like the idea and everything. However, أنا عاوزة أسألك أسئلة ليها علاقة ب what are the ingredients and the formulas that you plan to put in your products. وإيه هي يعني how are you going to deliver your promise to your consumer؟ علشان أنا شفت أنت قلت في ال 2-in-1 body and face wash، وقلت الموضوع ال fortifying shampoo والحاجات دي. فأنت عندك تصور على الفورميلا هتكون عاملة إزاي والمكونات اللي هتدخل في الموضوع ده عامل ازاي ولا لا؟ انا بدات اعمل شويه ماركت ريسيرش. انا جاي من فيلد يمكن مختلف عن فيلد الكوزماتكس، جاي من اي اي ومن بزنس وماركتنج. I've been doing ده بقالي 14 سنه. بس مراتي she is my partner، هي she's a pharmacist، اشتغلت في شركات مختلفه في الفيلد يعني بدون ذكر الاسماء نفسها دلوقتي for now، بس اشتغلت في حاجات كانت من اوائل الناس اللي نزلوا برودكتس ليها علاقه اصلا بالهير فول وهير جروينج، ان هو الفولكلز بتاعت الهير تبدا تنمو تاني and so on. ودرست الكلام ده بعد كده في different diplomas. فذا بلان از I will handle البارت، يعني هنكولابريت مع بعض ان هي تقدر تعمل the best formula، وهسرع لها البروسيس دي اكنها الار ان دي سنتر، بس انا هسرعها لها كتير جدا using AI. انت اخترت البرودكتس على اساس ايه؟ يعني ليه شامبو وليه هير ستايلينج كريم وليه بادي ووش وليه ديودرنت؟ اشمعنى الاربعه دول؟ وجبت الداتا دي منين؟ يعني انا بكلمك وانت بتختار 4 من 100، اشمعنى الاربعه دول؟ انا عملت حاجتين. اتكلمت مع ناس على الارض، يعني رحت اتكلمت مع ناس صحابي وناس في جامعات وناس في نوادي وكده. والحاجه الثانيه دخلت اونلاين على different reports سواء من يورو مونيتور سواء من ستاتستا، او في حاجات موجوده JQ بتتكلم عن ال different products والماركتس بتاعتها world wide مش بس في مصر. تمام. ولقيت ان الكاتيجوريز اللي تحت البيرسونال كير او البيوتي يعني في حاجات كتير قوي. لو انا كنت حطيت كل حاجه من غير اي نوع من الدايفرسيفيكيشن، يعني رحت كله مثلا هير كير فكلها حاجات هير بس، كان هيبقى عندي ريسك ان الماركت اصلا بتاع الميلز هو جزء من الماركت الكبير. فلو انا كمان اشمعنى في الهير كير شامبو؟ لو انا حاجه الانتي هير لوس اكيد هحب الحاجات اللي هتبقى ليف ان، يعني انا مش حاجات تبقى رينز اوف، يعني مش عايز احط شامبو، انا عايز اسيب حاجه اسيبها على شعري وقت اطول عشان استفيد بالاكتيف ماتيريالز. I feel like you can extend the product line أكتر شوية. They're mismatched. ما فيش حاجة complementing التاني قوي. بالذات إن إحنا عندنا هنا في مصر عندهم a lot of beards, so you could have added a beard oil, super easy to make, quite complementative to just generally a face wash. Again, it would work really well. بص بقى، أنا مبسوطة جدا 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 من الفكرة. وأنا عندي فولورز كتير جدا على التيك توك وعلى الانستجرام، وعلى طول كنت بشوف ان الميسنج حته المنيو،
لما كنت بطلع اتكلم على اي حاجه ريليتد فور مان، فيديو جو فايرال جدا ويجيب سيلز كبيره جدا. ففكره برضو ان الفريجرنس اللي قلتها هم بيحبوها، يعني انا على طول بشوف ان هم عندهم انترست في الموضوع ده. تاني حاجه الفيس اند بودي واش، اشهر كلانسر والتوب سيلر هو فيس اند بودي واش. فانا بشوف هي دي فكره كويسه، بس لما تيجي تعمل لها ماركتنج ما تقولش ان هو بودي واش، هتقول فيس واش وينفع للبودي. مثلا اشهر اكتيف انجريدينت هي السلسليك اسيد، السلسليك اسيد ده بيستخدم فور هير، فور فيس، فور بودي، فيمشي كل حاجه. فبالعكس انا شايفه ده هيحبوه اكتر، ان هم ما عندهمش وقت. والمان عامة المايند سيت بتاعتهم هو مش عايز كلام كتير، مش عايز رغي كتير بيزهق، او عايز حاجة اقول له عليها ده هينفع معاك لكذا لكذا لكذا، هيبقى عنده انترست اكتر انه يشتريه. ان هم بيفوكس برضو انا هدفع قد ايه، والحاجة البرودكت اللي انا هشتريه ده هيفيدني كام برسنتج قد ايه. فانا بشوف لا بالعكس، ان انت تقول له ان ده هيفيدك في كذا وكذا وكذا، ده حلو جدا. بس احنا كلنا اختلفنا كده احنا بنقول لك 5 آراء مختلفين وانت هتعمل ايه بقى؟ والله لا I deeply appreciate والله. لا هتعمل ايه حقيقة بقى؟ سيبك بقى يعني ايه بقى الكلام بقى اللي انت يعني ايه اللي انت ناوي تعمل ايه؟ انا نفسي ما اعرفش يعني حقيقة ناوي تعمل ايه؟ يعني بعد اللي انت سمعته ده. طب اسهل عليك، تعالى كده نقول كده ايه، عندنا حاجات احنا متفقين عليها، يعني اسم الشركة او اسم البراند احنا كده متفقين ان ده should be reconsidered، صح كده؟ صح. الباقي بقى مش عايزين نتكلم فيه عشان احنا ما نختلفش يعني يسرا هانم عندها رأي ان انت لا ما تركزش بس في المين لاين بس، يعني ان هو يبقى اكتر، يعني يبقى ياخد حاجه تبقى اوسع شويه يعني او كده، ماشيه مسج كده اللي ينفع هي كمان تستخدمها. هم هنا بقى قافشين بقى، بيقول لك لا احنا بقى مش هينفع الكلام ده، وبعدين بقى بنعلي اكتر على بعض دلوقتي ان بقى الفيس والبادي، يعني احنا ايه، فاحنا دي حته احنا بقى مختلفين فيها، احنا بقى نتفق نتصالح بقى بعد ما ايه، بعد ما انت تخلص كده ونشوف هنعمل ايه يعني ان شاء الله كده. حاسه برضه لما نقعد نعرف اكتر عن الانجريدينتس والفورميلا ده هيساعدنا اكتر ان احنا نتفق بقى سواء كانت ولا لا، يعني that's why I asked you the ingredients. يعني احنا وقعنا في بعض يا عمور بسببك النهارده والله. لا ما اقدرش شكرا جزيلا والله بجد، تسلم ايديك وعامل حاجه عظيمه والله بجد، ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله. شكرا ثانك يو سو ماتش، وشكرا لوقت حضرتك. شكرا حبيبي. Don't really like the packaging. الحاجه بقى الغريبه ان انا مش عاجبني شكل الغذاء بتاعته، بس عندك بعض الاليمنتس ناقصه شويه. معجون اسنان. هلو، انا محمود وجيه، فاوندر اوف ايترنال مان كير. خليني ابدا البرزنتيشن ان انا اسالكم سؤال. تفتكروا كام % من الرجاله في العالم بيستخدموا سيلف كير برودكتس؟ دكتور هايدي تفتكري قد ايه؟ هي في جايزه صغيره بس مش رشوه هي جايزه بسيطه، لا اقرب رقم يعني 35%. اوكي. ليديا 1%. 1%؟ Yeah. اوكي. دكتور محمد يعني 40 مثلا كده. اوكي. يسرا not more than 20. اوكي. دكتور احمد 30. اوكي. هو اقرب رقم هو دكتور محمد، هو around 55%. ربنا يكبر بخاطرك وانا ما عنديش امل خالص في الرجاله. دي نفس لون البراند هو اسلوب على فكره والله. فالفكره كلها بدات معانا امتى؟ كنت بنتكلم انا وصاحبي ان قد ايه دلوقتي بقى الشباب في مصر مهتمين بالسكين كير برودكتس او الهايجين عامه. فسالنا نفسنا سؤال، ليه دايما احنا لما بنسافر بره او بنجيب برودكتس من بره بتبقى في ايدج شويه عن البرودكتس اللي في مصر، بالرغم ان الماركت بتاع الايجس مان جرومينج كبير قوي هنا، بس حسينا ان الجاب واضحه. من هنا ايترنال واز بورن. ايترنال هيبقى مبني على ايه؟ هيبقى مبني على بليف اوف ايترنال، ان احنا يبقى عندنا لونج لاستنج كلينلينس فريشنس اند كونفيدنس. خليني اكلمكم سريعا عن البرودكت لاينز. في الاول احنا هيبقى عندنا 2 phases. الفيز الاولانيه هيبقى عندنا المان سنسيتيف كير والبيرد كير، والفيز 2 دي لسه نكست مايلستون هيبقى الديرما كير. ريجاردنج مان سنسيتيف كير هيبقى عندنا سنسيتيف ارياز واش، ده هيبقى فوم، وسنسيتيف ارياز ديودرنت. هيبقى عندنا برضو الانتي بكتيريال وايبس، دي هتبقى اول مره تتعمل، وايبس انتي بكتيريال فور سنسيتيف ارياز للكويك يوز. وهيبقى عندنا سيليكون سكرابر مع البندل بتاعه
المان سنسيتيف كير عشان يبروفايد الفول اكسبيرينس للكلاينت اللي هيشتري. ايفن السكرابر السيليكون دي مناسبه مع السنسيتيف ارياز في جسمك كله. اخر حاجه هيبقى البادي هير ريموفال كريم. معظم البادي هير ريموفال كريم اللي في مصر البرودكتس بتبقى متجهه اكتر ان هي تبقى فيمينين، فتحس ان الرجاله دايما ممكن يتكسف شويه ان هو يشتري حاجه زي كده لان هي دايما دايركتد ناحيه الفيمينين. فهيبقى اول برودكت برضه هير ريموفال كريم مخصص للرجاله كباكج وكانجريدينتس. اوكي. اللاين الثاني هيبقى البيرد كير. اول حاجه في بيرد كير عندنا هيبقى البيرد سبراي. ده هيبقى اول مره برضه احنا نعمله. احنا هنعمل بيرد سبراي ككونديشنر، ان انت بترشه على دقنك وبتسرح دقنك وهو بيكونديشن دقنك وبتقدر تسرحه بيه. يعني ده ستايلينج مش مثلا بيملى فراغات؟ لا ما لسه، مش ده بيزود لا this for الكثافة. styling only، ده بيرد أوكي. سبراي. اوكي. بعد كده النيوتريشن بقى هيبقى البيرد اويل بتاعنا العادي ان هو يملى الفراغات، ولو انت دقنك فيها مشكله او فيها حته فاضيه اند سو اون ده هيغذيها. فكده دول المين تو برودكت لاينز اللي احنا هننزل بيهم. بالنسبه لي ده كده الجزء البرودكت لاينز خلصوا. بالنسبه للديزاين ففي حته الباكجز كام واحد مننا مثلا لما يخش الصيدليه او يخش اي شوب، فانا بالنسبه لي هتشد ان انا اشتري برودكت عشان هو شكله حلو او شكله هاي كواليتي. فعشان كده احنا اشتغلنا على 3 ستيبس للباكجينج. اول ستيب هيبقى ال2 دي ديزاين الستيكر اللي بره، تاني ستيب هيبقى ال3 دي ديزاين بتاع الازازه نفسها، تالت ستيب هيبقى الفاينلايزر اللي هيطبع في المولد عشان نطلع الازازه بتاعتها دي. خليني اوريكم اوفر فيو كده. دي مش الازازه، ده بس ده موديل للستيكر. يعني ده الستيكر بتاعنا. نكست ستيب ده ال 3 دي موديلنج، ده لسه مش الفاينل يعني بس خلاص بنخلصه. واحنا وي ابروتش ديزاينر في اليو كي مخصوص عشان نابروتش حاجه جديده للسوق المصري، ان هو يبقى الديزاين مختلف عندنا، ان هو يبقى ايدجي وبولد زي الايدنتيتي بتاعتنا. انتوا اوريدي اكزيستنج في الماركت ولا لا، انتوا لا. لسه هاي؟ لا لسه هاي ماشي. بس يعني بقى لنا 5 شهور شغالين بس. هايل. انت اصلا الباك جراوند بتاعتك ايه او؟ كمبيوتر انجينير. تمام. بس انت بتشتغل يعني حاجه دلوقتي حاليا كمبيوتر انجينير. كمبيوتر اكيد. امال ايه يعني؟ خلينا نتكلم عن الماركت اودينس بتاعنا. مينلي احنا لما عملنا اور اون ريسيرش لقينا ان معظم الناس اللي بتستخدم المان كير برودكت بيهم من سن 24 ل 35 سنه. بيزد اون ا نمبر اوف ستاديز يعني. طبعا احنا هنشتغل على الايدج رينج ده، بس في حته مش الناس مركزه عليها سواء في مصر بالذات في مصر سوري، ان هو من 18 ل 24 سنه اللي هي اخر الهاي سكول وجزء الجامعه كله. يعني معظم الناس مثلا فور اكزامبل لو قلنا على البير بتلاقي معظم الكامبينز عباره عن ايه؟ لازم الواحد الضخم قوي اللي دقنه قد كده اللي بيروح الجيم. مفيش حد موجه للشخص العادي اللي بيلعب رياضه عاديه. الناس اللي ما بتروحش الجيم. ايه؟ للناس اللي ما بتروحش الجيم. او الناس اللي بتلعب رياضه عادي، مش لازم يكون دقني قد كده، ممكن يكون دقني كده بس انا عايز اهتم بيها، عايز اهتم بتفاصيلها ان هي هو تبقى كويس شكلها ان حلو. المنتج بتاعك متوجه للناس اللي ما بتروحش الجيم. على فكره دي شريحه كبيره قوي. على فكره احنا كتير بس مش واخد بالهم مننا. بالظبط. انا كنا بانيين ايترنال على فكره ان انا مش عايز ان البراند يبقى جواه فكره الشخص الضخم اللي بيتكلم كده. احنا لكل الناس ولكل التارجت اودينس. ففي الاخر هو ايترنال بالنسبه لنا هيبقى ان احنا عايزينه يبقى نيو ايرا لكل الشباب في مصر، ان هو في حته السيلف كير برودكتس. ثانك يو سو ماتش. واتفضل يا البرزنتيشن هايله، وان انت بتدور دايما على حاجه يعني يبقى فيها ديفرنشيشن عن الكومبيتيتور، دي نقطه مهمه جدا. لازم يبقى ليك ايدج يعني. وزي ما اهتميت بالباكجينج، الانجريدينتس والحاجات اللي موجوده في البرودكت وما جاتش سيرتها خالص، بس انا قصدي ان دي من الحاجات دي شغالين معاها في ار ان دي مع اي سي سي من الحاجات يعني اهتم بيها. انا مش قصدي ان هي حاجه طبعاً ناقصه، أكيد. بس دي برضو من الحاجات. يعني انا هشوف البرودكت يعني شكله يعجبني وكده، لكن اول حاجه هبص عليها بعد كده ايه اللي موجود فيه، هيفيدني في ايه، هستخدمه ازاي. يعني الحاجات دي كلها مهمه. حاسه البيرد اويل، بحس ان اويلز كتيره اصلا سبيشالي ان المانز بيرد بيكون فيها عرضه انها تلم بكتيريا وكده، لازم تحط فيها حاجات انتي انفلاماتوري. ما احنا هنظبط هنحط فيها انجريدينتس. بس مثلا يعني ممكن هم يصلحوني اكتر. بحس اكتر حاجه هتنفع للبيرد الناس اللي عندها فراغات وكده هي المونوكسيديل، فديفينتلي بس في بدايل، يعني في بدايل طبيعيه. مثلا امينكسيل ده هي ماده طبيعيه بس ما تبقاش قصدي ما تبقاش زيوت بس. طبعا انا اصلا كان طلع حبوب وكده. يعني انا اللي كان عاجبني اصلا عندك الاول ان انت قلت سبراي. يعني انا قلت انت داخل ايه؟ قلت له بقى طب ده بتاع الفراغ، قال لي لا ما انا عندي الاويل. قلت ليه يا ابني؟ ليه اويل؟ لا هو احنا عشان الاويل هيبقى يعني زي ايه كور برودكت في اي بير. يعني انت ممكن تغير الكونسبت. يعني انت ده ديفرنشيتور واضح عندك. عامه هي دي فكره حلوه. احنا ممكن حتى احنا لسه ما خلصناش البيرد سبراي، احنا ممكن نقاد على البيرد سبراي نيوتريشنز انف ان هو يبقى يستخدم
جرومينج وفي نفس الوقت نيوتريشن. انا طبعا بعد الشوكولاته يعني خلاص يعني مش مفيش لازم. أسئلة. لا بص انا طبعا عاجبني طبعا جدا والكونسبت حلو وعاجبني طريقه تفكيرك وانك بتدور على ديفرنشيتور واضح وكل حاجه، بس عندك بعض الاليمنتس ناقصه شويه، يعني زي ما انا مثلا بنتكلم على فكره السبراي مثلا، احنا بنتكلم بقى كمان على اليوزج والكونسيومر بيهيفير والناس هتستعمل ايه، يعني اللي يسرا انا قريته ده صح حقيقه فعلا صح. يعني فكره ان الناس النهارده تحاول تبعد عن الحاجات بقى المزيته وعارف انت الايه عشان الحاجات كده احنا دي. ما عملناش بيل باكس ففي فكره في دراي اويل ويتحط عليه الحاجات دي ويبقى اداك برضه نفس الفكره وتقدر تحمل عليه الماتيريالز الاكتف وكل حاجه. فكره الفراغات دي اصلا بالنسبه للرجاله كتيره جدا عندهم مشكله في حاجه زي كده. الحاجه بقى الغريبه ان انا مش عاجبني شكل الازازه بتاعته. بجد. والله ليه يا دكتور؟ ده احنا وكان تعبنا فيها كده قوي، ده مالك احنا كده بقالنا مكبر شهور. الموضوع. لا يعني الناس النهارده عايزه يعني سيمبل اند ايزي ما هي سيمبل اند ايزي. No, فين it's not. السمبله أهي، وفين ما هي بس الازيانه هي يعني ده لا في same. ازيانه ولا سمبله. ده سيم فلات بس فيها ادجز. يعني ايه يعني انا قصدي طب هي الادجز دي مقصود بيها ايه؟ يعني ايه نادر علاقه؟ بولد عشان احنا لا ما انا ما انا خلي بالك انت، انا ممكن ساعات انا في حياتي كان في حاجات كتيره جدا عجباني، بس انا كنت قاعد في اوضه وقافل على نفسي ومقتنع ان انا يعني المخترع الصغير، بس الحقيقه لما بدات اشوف الزوايا الثانيه مش كل حاجه كانت عجباني كانت بتنفع، لان انا في الاخر خلاص مش انا اللي هشتري البرودكت ده، صح. في ناس كتير هتشتريه، لكن الحقيقه والله كله جميل وتسلم شكرا. جدا. Hi, I really enjoyed the presentation. It's really well thought of and very well written. Thank you so much for sharing it. أنا زي دكتور محمد I don't really like the packaging either. I'm really sorry and آسفة أوي. لا تمام. ولا I like the simple either. So ولا ده ولا ده. ولا اني ولا the لا simple. ده ولا اللي قبلها يعني. ولا اللي أوكي. قبلها. I think you can do a lot better because with what you're offering and the thought that you've put into everything, you have a lot more potential to go through. I love the beard care. That whole line is really nice. أنا لو منك كنت هقفلها with adding a beard brush as well. في بس انا شفتوه. Okay. لا في انا مش كاتب التولز، يعني في بيرد برش وفي بيرد كوم، ده جديد هيبقى اول مره ينزل برضه، هيبقى زي ليه شكل كده معين بيحدد بيه دقنك وانت في البيت عشان انت مش بتعرف تظبطها غير عند الحلاق. Perfect. لا, Thank you so otherwise it's a really amazing presentation. You have a lot of Thank you so potential. much. بس فكر بس شوية في الاسم والإزازة. والباكجينج الحاجات ديزاين الحلوة. عموما كله. اوكي. ثلاثة أربعة. أنا عندي نفس أنا جالي إيحاء بمعجون أسنان. ده ده مش اخدت الفايبس الالوان بالاسم actually mouthwash. يس ماوث واش. صح. صح. حاسه يعني ده جالي، ده الاحساس اللي جالي. انا بس فكرتي انا مش عايز ابعد عن، انا مش عايز اروح ناحيه اللون الاسود. مش الاسود، في حاجات اجدد، ممكن باترنز، ممكن افكار، ممكن الانترستس بتاعت المان، حاجات كتير جدا ممكن تغير بيها الثيم يعني بتاع البراند. بس طبعا فكره البراند تحفه. قصه الاهتمام بالبيرد والبراش دي مهمه جدا. صح. انا البراش دي مثلا حلوه فعلا. جوزي عنده مشكله على طول مش لاقي براش لشعره كمان كويسه. تمام، فهو على طول فيه المشكله دي، فدي حاجه كويسه. السبراي انا مش عارفه البيرد سبراي انت قصدك كسبراي زي ميست ولا سبراي كايرسول؟ زي الووتر ميست زي الووتر ميست مش هيبقى مضغوط، بس مش بيطلع سبراي زي الديودرنت. انا بشوف اي حاجه ايرسول هترشها على الوش هي غلط. مش هيطلع زي ما انت فاكره. وفي ووتر ميست مثلا دكتور ممكن يفيدنا. الووتر ميست اللي هو لما بتضغط عليه ده اللي هو النيتروجين الجديد اللي انت بتعمله، اللي هو بيطلع بس زي رذاذ ميه. ده اوكي. بس مش هو زمان كان الايريسول احنا بنشتغل على ال بي جي. احنا جبنا خطوط جديده عندنا في الاي سي سي، هي خطوط خاصه بالنيتروجين بس. اوكي. فالنيتروجين ده هو اللي بينفع بقى في حاجات بيطلع رذاذ لان الديسشارج بتاعه قليل جدا زي الديودرنت، يعني كميه كبيره تعورك. هي بتطلع زي اكنك زي سبراي الميه. ايوه، بس بقى متركز في حته واحده. طبعا دي فكره تبقى كويسه جدا. اوكي خلاص احنا وي ار ايمينج فور ذس ان احنا يبقى نقطع طبعا برودكت، بس طبعا في الاول الموضوع صعب شويه، في مينيمم كوانتيتي عشان نعمل برودكشن. عندنا اصلا اوريدي 7 برودكتس. زي ما قلت لك ان انا بفند الموضوع كله. ايوه صح. فلسه في الاول احنا بس بس احنا عجبنا انت بتفكر ازاي بجد حقيقه. بصراحه يعني انت مفيش غير حاجه واحده ناقصاك انك تروح الجيم لان واضح ان في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش يا محمود. لا and we can see the commitment. You're very committed, which is amazing. وهتعرف تعمل ماركتنج ليه حلو جدا. تعمل لهم بقى الشنطه بتاعت الجيم مخصوصه ليها فيها الباك دي. هيجيلك افكار كتير هتساعدك في القصه دي. ربنا يوفقك ان شاء الله، وانبسطنا والله جدا. Good luck. شكرا.
شكرا. هناخد الشوكولاته. ماشي. شكرا. Thank you. اوكي على ذوقك.